الشرفاء والمناضلين في مختلف المراحل، عدن البطولة والمقاومة. لقد خرجت في ظل ظروف بالغة الخطورة، وذلك نتيجة لاستمرار عدوان الميليشيات الحوثية الانقلابية وجماعة صالح، وبدعما من حلفائهم الإيرانيين على عدن التي كنا قد اتخذناها مقرا مؤقتا لنا. خرجت من عدن وتحملت الصعاب والمخاطر حتى لا يغيب اليمن عن اللقاء الأشقاء، ولأنقل لأخواننا وأشقائنا في مؤتمر القمة العربي 26 تلك المعاناة القاسية. والحمد لله فقد حضرت اليمن تلك القمة بصورة تليق بتضحيات شعبها الصابر والمرابط والمقاوم في كل من عدن وتعز ومارب ولحق وأبين وشبوة والضالع والبيضة والجوف وباقي مدننا وقراءنا الحبيبة. ورغم بعدي مكرها عنكم إلا أن عقلي وقلبي يعيش معكم، أتابع كل الأحداث وفي كل ساعة، وأقوم بمسؤولياتي الوطنية دون تراخي أو تباطؤ، وأتواصل مع الداخل والخارج بما يحقق مصلحة شعبنا الصامد. أيها الشعب اليمني الأبي في الداخل والخارج، يا شباب اليمن ورجالها الأماجد، أنني قد أخاطبكم اليوم. أدرك جيدا أن وضع بلادنا وشعبنا ليس على ما يرام، بل تمر البلاد بأسوأ حالاتها نتيجة لتحالف بين قوى التخلف والقدر في الداخل والخارج. ولعلكم تتذكرون جيدا أنني حين خاطبتكم عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في عام 2012 قلت لكم أنني أتوقع أن أتواجه البلاد عامين فيها كثيرا من المشاكل والتحديات، لأننا كنا ندرك حجم التركة والتآمر. وأقول بصراحة متجردة بأننا لم نكن نتخيل أن يبلغ حجم الحقد والإطماع والانتقام لديهم إلى هذا المستوى، وأن يتمكن الشر من عقولهم وضمائرهم، وأن يعملوا على إيصال البلد إلى حد الانهيار. ولقد تسارعت وتيرة التآمر بعد أن اتفق اليمنيون جميعا على أسس بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي يشارك الجميع في أدارتها وثروتها وفق تقسيم عادل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبدأت ملامح ذلك في مسودها الأولى للدستور. ولقد فرضت علينا تلك القوى الانقلابية طريقا واحدا للتعامل معها بعد أن أغلقت كل النوافذ وتمادت في طغيانها وبقيها، واستمرت في وحشيتها وهمجيتها وعدوانها في مشهد انقلابي فاضح على كل العملية السياسية، متناسية أن هذا الشعب شعبا أبيا عزيز كريم يأبى الذل والهوان ويرفض الضيم والاستبداد والاضطهاد، يعشق الحرية ويناضل من أجلها، ويتوق للعيش الكريم والمواطنة المتساوية، ويضحي في سبيلها بالغالي والنفيس. شعبا قرر بكل ثقة أن يغادر مربع الماضي ويدوي صفحته بكل مآسيه الكبيرة التي خلفها نظاما حكم عائلي عصبوي متحكم بكل في هذا البلد كأنه ملك له، ومسخرا كل إمكانيات الوطن خدمة له ولأولاده وحاشيته المقربين منه. ولقد قرر شعبنا أن يطوي صفحة ذلك الماضي الأسود، وأن يتجه لبناء دولة مدنية اتحادية حديثة، دولة الشراكة والمواطنة التي يسودها العدل وتستند إلى مبادئ الحكم الرشيد. وحين قرر الشعب ذلك القرار، تلك القوى الشريرة والعابثة الانقلابية على كل شيء وبكل الوسائل وشتى الطرق في مسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية وطائفية دامية. لقد قرروا أن لا يتركوا لهذا الشعب الكريم اختياره للعيش كريم وآمن بعيدا عن شعاراتهم للموت والكراهية التي
لم تقتل سواء اليمنيين، فاجتاحوا بميليشياتهم المسلحة المحافظات ابتداء من صعدة وعمران ثم العاصمة الصنعاء، ومرورا بأب وتعز والبيضاء، ووصولا إلى اجتياح الجنوب ودرته عدن، فسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح واعتدوا ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، وأرهبوا الناس وعطلوا حياتهم اليومية، بل وللأسف قاموا بأعمال استفزازية للأشقاء من خلال مناوراتهم العسكرية على الحدود وإدخال قوات ومعدات حربية من إيران. كل ذلك إرقاما للشعب اليمني وإذلاله، وجعل هذا البلد المسالم بؤرة تنطلق منها الأعمال العدائية للأشقاء وللمجتمع الدولي برمته. لقد أوصدوا بعنجهيتهم وتكبرهم كل الطرق السلمية، فرفضوا الحوار الداخلي غير المستقوي بالسلاح وإيقاف نهب وتدمير مقدرات البلد، ووقف اجتياحهم للمحافظات والانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة، وعودة المسار السياسي المبني على المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الجميع بما فيها الانقلابيون، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد عقدت الميليشيات الحوثي الانقلابية وصالح وأعوانه تحالفا استراتيجيا تدميريا واتفاقا بينهما مكون من 10 نقاط جوهرية لتقاسم السلطة روحيا وسياسيا، وذلك استنساخا لتجربة الإيرانية التي لا تتوافق مطلقا والبيئة اليمنية. وتعاطينا مع تلك المؤامرة بمسؤولية عالية منذ البداية، وحذرناهم شخصيا من تلك المقامرة، وقدمنا العديد من التنازلات، وقدمنا العديد من المبادرات التي كان الكثير يلومنا عليها ويعدها تساهلا معهم، وما كان لنا من هدفا إلا نزع فتيل الانفجار وحماية أحلام البسطاء من الناس من مقامراتهم وتآمرهم. ولكنه بعد إصرارهم فلم يتركوا أمام الوطنيين والشرفاء والقيورون على هذا الوطن إلا طريقا واحد ولقطة واحدة، هي لقطة المقاومة لهذا الصلف وإيقاف عند حده وإرجاعه عن قية وبقية، وصبرنا وتحملنا في سبيلها الكثير من القريب قبل البعيد. فتحية إجلال وإكبار وفخرا واعتزاز لكل الشرفاء والأحرار المقاومين هنا في ثغر اليمن في عدن الصمود، وأقول لشبابها ورجالها ونسائها صبرا جميلا، فوالله أنكم أذهلتم العالم بصمودكم وبطولاتكم، وأظهرتم حجم حقدهم لكل ما هو جميل ومدني. وأقول وأكرر القول صبرا جميلا والله المستعان، فلن تذهب تضحياتكم وصمودكم أبدا سدى. وأحيي كذلك بفخر واعتزاز عالي صمود ومقاومة مارب وتعز وإب والضالع وشبوة والجوف والبيضاء والحديدة ولحق وأبين وكل بقاع أرضنا الطاهرة. تحية للشباب البواسل، فهم من يستحق كل التحية. تحية للرجال والنساء، تحية للرجال القبائل الصناديد، تحية لوحدات الجيش التي أعلنت ولاءها للوطن وللشعب، تحية للجان الشعبية، تحية للشخصيات الوطنية التي وقفت مع شعبها وانتصرت له، تحية للصامدين المرابطين في كل شبر وفي كل مجال من المجالات، فأنتم عنوان عزتنا وكرامتنا. سلاما لكم وأنتم تصدرون أروع صفحات في سفر التاريخ. هذه اليمن أرضنا، حيث كل شيء فيها ينضج بعبق الشموخ، حيث والأرض والجبل والبحر والحب والثورة. تحية لكم أيها الأسود، يا من نذرتم حياتكم في سبيل ترابها وطنكم الشامخ، لتكسروا قطرسة المتقطرسين البقاة، وثقوا أن النصر حليفكم
والشعب معكم والحاضر والمستقبل لكم، فأنتم الطهر والعفاف وعليكم تعقد الآمال. يا رجال الدولة في كل المؤسسات، أيها المرابطون في الثغور هناك، في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات وفي كل مكان من المحافظات والمديريات والقرى والعزل، أيها المسؤولون عن رعاية شؤون المواطنين وحاجياتهم المالية وخدمات العامة والشؤون الاجتماعية، أن الوضع يقتضي منكم جميعا مضاعفة جهودكم ورفع وتيرة الأداء بما يحقق الحفاظ على مؤسسات الدولة وتأمين احتياجات أبناء الشعب. ليكن همكم الأساسي القيام بمسؤوليتكم الوظيفية بكل جد وإخلاص دون الالتفاف لأي من المتغيرات السياسية. حافظوا على مرافق الدولة وصيرورة العمل وأرفعوا كفاءات الأداء ليتواكبوا حجم التحدي والظروف الصعبة، واجتهدوا في أداء أعمالكم بكل حيوية رغم الصعاب والمخاطر. في الشعب اليمني الصابر يستحق منا جميعا ذلك. وها نحن قد أقدمنا على خطوة مهمة، وهي تعيين الأخ خالد محفوظ بحاح كنائبا للرئيس، بالإضافة إلى مهامك كرئيس للوزراء، ليتحمل معنا هذه المسؤولية الصعبة وفي هذه المرحلة الاستثنائية. وأنا على قناعة وثقة تامة بأنه إضافة نوعية للمؤسسة الرئاسية، وقد كلفته مع زملائه في الحكومة للقيام بمهام تنفيذية عاجلة بالإضافة لمهامهم الأخرى للنهوض بالوضع الإنساني والأكاثي الذي يشغلنا جميعا. وأنني أطالب الدول والمنظمات الدولية كافة للتعاون معهم في تقديم العون اللازم لأعمال الإغاثة الإنسانية العاجلة بما يخفف العبء الثقيل على شعبنا الصابر في هذه الظروف العصيبة. يا رجال القوات المسلحة والأمن البواسل، أن الوطن والشعب يستنهض نخوتكم وعزتكم وشرفكم العسكري، وأن مسؤولياتكم اليوم كبيرة وعظيمة، وهي مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن وأبنائه والحفاظ على أمنه واستقراره، والتصدي بكل استبسال للمتآمرين والانقلابيين. وأنني على ثقة بأن كل الشرفاء في المؤسسة العسكرية والأمنية لن يكونوا إلا مع وطنهم وشعبهم، وسيقفوا ضد من يريد العبث بالمؤسسة العسكرية والانحراف بها عن هدفها السامي. ونحيي في هذا الصدد كل المواقف الوطنية للمناطق العسكرية والألوية والوحدات المختلفة التي أعلنت التزامها بقرارات الشرعية الدستورية، ونوجهها بأن تقوم بحماية المناطق المتواجدة فيها، وأن تلتحم مع المقاومة الشعبية البطلة لمنع تمدد الميليشيات الانقلابية ولقطع خطوط امداداتها اللوجستية. ونؤكد لها حرصنا على ضمان توفير جميع متطلباتها والتزاماتها المادية. ونقول لهم بأننا سنعيد تأهيل القوات المسلحة بأفضل مما كانت عليه، ولا تنصتوا لأولئك المتباكين على ما تم تدميره من السلاح، والذين يدعون اليوم كذبا بأنه لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية منذ أن قادروها. فهم من لم يجعلوا ذلك السلاح سلاحا للجيش وللشعب، وخزنوه في عواصم المدن ووسط الأحياء السكنية، ووجهوه إلى صدور أبناء الشعب، فبات مصدرا لإذلالهم وليس لعزتهم، ومبعثا للقلق بدل الاطمئنان. وسيرى الجميع قريبا الكثير من المواقف الشجاعة لقيادة والضباط الذين سيلبون ندى وطنهم ليعيدون للجيش هيبته وريادته ومسؤوليته، لنعمل سويا للوصول إلى بناء جيش وطني بهوية وطنية وبناء مؤسسي حديث. جيش اليمن كل اليمن، جيش اليمنيون كل اليمنيين. يا أبناء شعبنا اليمني الأصيل، إن الاهتمام العربي والإسلامي والدولي القائم حاليا بالأوضاع في اليمن
لم يأتي فجأة ولا من فراغ، فاليمن تنتمي لعمق عربي وإسلامي وجغرافي تتأثر به وتؤثر فيه. في العالم أصبح متشابك المصالح والعلاقات، وعلى مدار التاريخ فإن اليمن لم تكن بمعزل عن محيطها واهتمامه. وحين قررنا التقدم لأشقائنا بطلب الوقوف مع شعبنا اليمني بعد وصولنا إلى مرحلة القطيعة التامة مع الانقلابيين، فإننا ساعتها لم نأتي بجديد، فقد كان لأشقائنا في الخليج وفي المقدمة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص دورا رياديا في كافة محطات ومنعطفات اليمن السياسية وفي تاريخنا المعاصر. واستنجدت اليمن بعمقها العربي والإسلامي مرارا، وكل ذلك يأتي متوافقا مع ما وقعت عليه اليمن مع محيطها من اتفاقيات وعهود. في هذا السياق فإنني أتقدم باسمي ونيابة عن الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في التحالف الاستثنائي الاستراتيجي، تحالف دعم الشرعية الذين استجابوا لنداء اليمنيين والتفوا حول مصلحة الشعب اليمني الباحث عن الحياة واستعادة دولته، وهو الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم الذي بدأت مرحلتها الثانية، مرحلة لإعادة الأمل لكل الجهود المخلصة التي تقف مع الشعب اليمني في محنته وفي مقدمة تلك الجهود، جهود أشقائنا في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي ظل على الدوام مساندا لطموحات اليمنيين في كل الميادين وفي مختلف المراحل. ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة تطبيق كافة فقرات الواردة تحت الفصل السابع في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الأخير الذي ظهر في كل العالم مرة ثانية موحدا ومنتصرا للشعب اليمني وقضيته العادلة. وقد حدد هذا القرار معالم المرحلة الجديدة فيها الكثير من الفرص لجميع اليمنيين، وتؤسس لحوار إيجابي فاعل بعد أزالة كافة مظاهر الانقلاب على العملية السياسية. وأدعو كافة القوى السياسية دون استثناء للعمل الإيجابي مع هذا القرار والتنفيذ الفوري لفقراته دون انتقائية. وشكرا لكافة الجهود المخلصة في دعم وتبني هذا القرار الذي بذله أشقائنا وأصدقائنا. أيها الأحرار والشرفاء في كل ربوع وطننا الغالي، سننتصر بإذن الله لا محالة، لأننا على الحق، وسنخرج بإذن الله قريبا من تلك الأزمة، وسنعود إلى ترابنا القالي قريبا، سنعود إلى عدن وصنعاء، نعيد البسمة والأمل لأهلنا، نبني وننمي ونعمر ونداوي الجراح ونعوض أبناء الشعب عن كل المآسي، وسنبني اليمن الجديد الذي يضم كل أبنائه دون الالتفات لانتماءاتهم أو مناطقهم أو مواقفهم، إذ لا مجال للمتطرفين إلا الجنوح للسلم والسلام وتلبية لرغبات الشعب في الاستقرار والنماء والبناء والالتزام بما طرحناه سابقا في محدداته وتم تبنيها في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. وسيلفظ الشعب اليمني كل المتعالين عليه إلى مزبلة التاريخ. لن نقبل أبدا وتحت أي ظرف إلا باليمن الجديد الذي نحلم به، ولن نتراجع قيد النملة عن إخراج شعبنا من هذه الظروف. وسنعود لاستكمال المسار السياسي، الانتقال السلطة بعد أن نخلص الوطن مساره السياسي من العابثين والناقمين والمتآمرين. وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله، وإن استمروا في عنادهم فنحن والشعب اليمني بقواه الحية والداعمين لليمن لهم بالمرصاد، وإنا لقادرون بإذن الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حفظ الله اليمن وشعبها
وجنبها الفتن. الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والعافية للجرحى. تحيا اليمن حرة أبية عزيزة، يحيا اليمنيون كراما أعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.